وجدت أن الجن قد وقعت فيهم المذاهب الضالة كالإنس. هل رأيت الاختلافات التي تقع اليوم بين الإنس وبين أهل القبلة؟ وقع مثل ذلك عند الجن. قال الإمام الشعبي رحمه الله قال كان لي صديق من الجن وكان يزورني فلا أراه، ويغيب في الجدار ويأتي من الجدار، يعني يذهب يرى شيئا كأنه دخل في الجدار أو خرج منه. قال وكان يأتي يأكل معي فأراه يرفع الطعام ولا أرى صورته، أرى الطعام يرتفع ولا أرى صورته. قال فكان يعجبه الرز فكنت أصنعه له فيأكل منه. قال فجلست يوما معه فسألته، الشعبي يسأل الجني، قلت له أفي الجن مذاهب وفرق؟ عندكم مذاهب وفرق؟ قال نعم. قال فما أخبثها عندكم؟ أخبث الفرق عندكم أيها الجن؟ قال فرقة يقال لهم الرافضة. قال الشعبي فقلت له وكذلك والله هم أخبثهم عندنا.